موقف حسين الشحات زي ما هو ومفيش جديد في ملف التجديد. هدف تريزيجيه من افضل اهداف الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا. العرض الرسمي من برشلونه لضم حمزه عبد الكريم وصل للاهلي، والعرض اعاره 6 شهور لبرشلونه بنيه الشراء النهائي نهايه الموسم. اللعيبه المتاحه هي اللي هتشارك في كاس الرابطه مع تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين علشان يكملوا القائمه ويشاركوا في المباريات اللي جايه. الاهلي يترقب عوده اشرف بن شرقي الخميس القادم لبدء التاهيل من مسك الخلفيه. اهتمام النادي الاماراتي بضم مروان عطيه. النادي الاهلي بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقد اليو ديانج بعد المباراة الافريقية الاخيرة. الاهلي عرض $1,200,000 ولكن ديانج طلب $2 مليون، وده بناء على العروض اللي بتيجي لديانج من بره. الفجوة بين العرضين كبيرة، علشان كده الاهلي بيفكر يأجل المفاوضات لبعد كأس الامم الافريقية. يستعد المدير الفني للنادي الاهلي يستروب للعودة الى القاهرة يوم الخميس المقبل. أنفور يسعى لضم الموهبة المصرية بلال عطية الذي تألق في كأس العالم تحت 17 عام وسط منافسة قوية مع شتوتجارت. معسكر منتخب مصر ينطلق غدا الأربعاء في الساعة 1 ظهرا استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا وديا قبل بطولة كأس أفريقيا. المباراة المقبلة لمنتخبنا بكأس العرب أمام الإمارات يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8:30 مساء. محمد شريف قدم اعتذار لحلمي طولان مدرب منتخب مصر على ما بدر منه خلال مباراة الكويت، والمدرب يحذره من تكرار الأمر. منتخب مصر يتعادل مع الكويت 1-1 في الجولة الأولى من دوري مجموعات كأس العرب. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.